وربعة. واحد الصباح تقريبا ديك 7 ديال الصباح توصلوا الجدرمية بواحد الإخبارية، بواحد المكالمة هاتفية بالأحرى. توصلها واحد الدراكي كيخدم في واحد لابريكاد. هاد الدراكي هذا عطي الارقام ديالو للاصدقاء ديالو وكذا وكذا. واحد الصديق ديالو اتصل بيه في واحد الصباح تقريبا مع 7 ديال الصباح. هاد صاحبو هذا عنده طاكسي، كيسوق الطاكسي ديالو. قال لي السلام عليكم. السلام، فلان بخير لاباس كذا كذا. قال لي ودي قال لي انا دايز دابا. قال لي خرجت لواحد المنطقه الفلانيه، قال لي تلقى شي ناس مجموعين. قال لي وقفت انا نشوف شنو واقع. قال لي لقاو شي بلاستيكات فيهم بنادم مقطع. الدراكي تفاعل مع هذه المكالمه هذه، حدد معاه، قال لي فين بلاصه بالضبط. قال لي المكان الفلاني. خرجت لابريكاد توجهوا لعين المكان. وصلوا تما كيلقاو بالفعل شي ناس مجموعين. اش كاين ما كاين؟ قال لك اودي احنا لقينا هاد البلاستيكات هادو هنايا. بلاستيكات اش فيهم؟ فيهم جثه ديال الانسان مقطع اطراف. ولكن اللي لاحظوا الجدرميه ان هذوك الاجزاء وهذوك الاشلاء البشريه ما كاملاش. كاين الراس، كاين هذيك الكسده اللي الفوق وحتى هي مقطعه اجزاء. ومن بين الملاحظات بحسب محضر المعاينه تبين ورجحوا المحققين ان الطريقه اللي تقطع بها هذا السيد هذا ما تقطعش بشي سكين، تقطع بشي منشار كهربائي او شي اله اللي هي حاده بالفعل، لان السيد مقطع بواحد الشكل منتظم ومتراص. ولكن الرجلين ديالو من عند تحت البطن ولتحت ما كاينش نهائيا. اليدين والكسده والراس كاين، ولكن الرجلين ما كاينينش. شكون اكتشف هادشي؟ واحد السيد تما قال لك اودي انا دايز من هنايا غادي للعمل ديالي حتى بانوا لي هاد البلاستيكات هادو محطوطين هنا بالضبط في جنب الطريق. هذيك الطريق طريق ثانويه مصايبين بهذيك الطريق ديال البياضه وهذا. قال لهم انا دايز غادي للعمل ديالي حتى كنلقاهم هاد البلاستيكات هادو بلاستيكات شفافين. اللي دازو شافهم راه غادي يعرفوا شنو وسط منهم. بلاستيكات ذات اللون الاخضر ولكن شفاف. الا دايز شي حد غادي يقدر يشوف شنو كاين تما. قال لي مودي بان لي بانهم فيهم اجزاء ديال الانسان. قربت بان لي باللي تاكدت بالفعل. راني قلت للناس وجمعت شي ناس هنا وكذا وكذا وكذا. هذا خمول الطاكسي تا هو قال لي مودي نزلت انا نشوف اش واقع. لما عرفت بانه راني اتصلت بك. اتصل بالدراكي صاحبه. على اين الجدرميه لاحظوا واحد القضيه، بان هذه الجثه ديال هذا الشاب، هذا شاب في العمر تقريبا ديك 27 28 سنه. شاب جميل، شاب ذو بنيه جسمانيه قويه. الملابس ملابس حتى شي حاجه، عاري تماما. ما لقاوش شي وثيقه اللي غتحدد الهويه ديالو طبيعه الحال، مادام حتى الملابس ديالو مجردين منها. ولكن واحد الملاحظه اللي لاحظوا بان فيه في الراس ديالو تقريبا عده ضربات اللي كانوا بشي اله راده، ماشي ضربه واحده او جوج ديال الضربات. الراس ديالو خاصه على المستوى الخلف ديال الراس كانوا ضربات كثيره تمايا، دماء كثيره خارجه من الراس ديالو. واش هذا الولد هذا ضربوه عاد قطعوه؟ طبيعه الحال تقتلوه عاد قطعوه، لان كيف قلنا هو الولد شاب قوي البنيه قوي. هذوك الناس اللي كانوا حاضرين تما بعين المكان شافوه هذاك الراس. حتى شي حد فيهم ما تعرف على الجثه، حتى شي حد فيهم قال الجدرميه ودي هذا الولد هذا راني تنعرفو راه تيسكن هنا ولا تيسكن هنا. كاين بعض الناس اللي امتنعوا ما قدروش يشوفوا ذاك المنظر ومن حقهم يمتنعوا، ولكن الناس اللي شافوا الجثه وشافوا الراس قال لك ودي ما تنعرفوش، ما عمرنا شفناه. الجدرميه لاحظوا واحد القضيه، كيف قلنا ان هاد الاشلاء البشريه ما كاملاش، كيخاص الجزء السفلي. قالوا علاش هذا اللي جاب حط هاد البلاستيكات هنا علاش ما حطش الجزء السفلي؟ طبيعه الحال هذه من الخبره ديال المحققين. عرفوا المحققين علاش، من اجل التمويه. طبيعه الحال غادي يزيدوا شي مسافه او لا غادي من هنا العشيه يسمعوا شي اخبار بان راه تلقى شي جزء سفلي ديال الانسان. هذه تيلجا لها الجاني من اجل التمويه المحققين، تمويه البحث والتضليل. وسعوا دائره المحيط اللي تلقاو فيها البلاستيكات، زادوا كيبحثوا هنا زادوا تقريبا بحسب ما جا في المسطره واحد المسافه ديال 600 متر، حتى وصلوا لواحد المكان لتحت القنطره. تحت القنطره شنو غادي يلقاو؟ غادي يلقاو الجزء السفلي ديال الجثه، وحتى هو مقطع الاطراف.
مقطع ما بين تحت البطن والركبه بوحدو، وما بين الركبه والرجل بوحدو. ولكن الملاحظه اللي لاحظوا هي ان هاد الاطراف ديال الجزء السفلي ما تلقاوش في بلاستيكات، علما ان الجزء العلوي والراس تلقاو في البلاستيكه، ولكن الجزء السفلي تلقاه بشكل متناثر، الرجل هنا والفخذ هنا والرجل هنا والفخذ هنا. علاش؟ السؤال اللي تطرح في هذه القضيه هذه، واش نقدروا نقولوا بان هاد الناس هادو اللي لجؤوا لهاد العمليه هذه لجؤوا ليها لانهم بغاو يموهوا البحث من اجل تضليل البحث؟ وهذه من عاده بعض الجنات اللي تيلجؤوا لتقطيع الجثث دائما، ما عمرو تيحط الجثه كامله في مكان واحد، لا، كيلجأ للتضليل وكيلجأ للتمويه. كيحط واحد الجزء هنا، كيزيد واحد المسافه ويحط جزء اخر. ولكن واش هاد خينا او هاد الناس اللي حطوا الجثه واش كانوا كيستعملوا شي سياره؟ اكيد كانت عندهم وسيله نقل، وما عندهمش وسيله نقل شي دراجه ناريه، لا، هادو عندهم شي سياره او شي شاحنه. علاش؟ لان هذوك بلاستيكات ثقال، الجثه راه كبيره، السيد كنقولوا حنايا راه قوي البنيه. زيد على ذلك ان هذاك الجزء السفلي اللي تلقى ماشي في بلاستيكات، تلقى بشكل متناثر، ان هاد الناس جابوا هاد الاجزاء في السياره وبداو تيرميو هنا تيرميو هنا. مزيان. كيف قلنا الجثه ما تعرف على حتى شي حد، اذا الجثه مجهوله الهويه، ما لقاوش شي وثيقه اللي تحدد الهويه ديالو، ما لقاوش شي صاك او شي حاجه اللي تقدر تسهل على المحققين البحث. هنا جاو الناس ديال التشخيص القضائي، خداو لي زامبرانت من الاصابع ديال الضحيه، خداو ولي زامبرانت من هذوك البلاستيكات اللي لقاو تما. هذوك البلاستيكات باش نشير واحد النقطه، هذوك البلاستيكات هما خضرين، المصدر ديالهم فيهم واحد العلامه وفيهم واحد الاشاره وفيهم واحد الطابع بالاحرى ديال البلديه، بلديه كذا كذا، كتعطيهم بمناسبه عيد الاضحى باش كيسهلوا على دوك العمال ديال النظافه هذوك النفايات ودوك الامور. الناس تذبح في عيد الاضحى تيبقى داك البقايا ديال الحولي وهذا ترميوها هنا. الناس ديال النظافه تيضربوا تماره بزاف. لجأت البلديه انها توزع هذوك البلاستيكات باش يسهلوا شويه المأموريه. اذا هاد البلاستيكات عند الناس كاملين تقريبا. مزيان. كيف قلنا جوج ديال البلاستيكات غادي يبحثوا الجدرميه من بعد في هذه القضيه هذه. تم نقل الجثه لمستودع الاموات. خبرت النيابه العامه بالامر، خداو بعض الاقوال ديال الناس اللي تما، السيد اللي بلغ واتصل بالدركي، وبعض الناس اللي اكتشفوا اول مره الجثه، خاصه داك السيد اللي قالوا ودي انا كدايز من هنا. وبقى الامر ملقات على تحديد الهويه. لابد خصهم يحددوا الهويه ديال هذا الولد هذا. كيف قلنا الشاب في عمره ديك 27 28 سنه، ولكن شكون هو الله اعلم. هذا الولد هذا ما كاينش شي حد اللي جا تيبلغ على شي ولد بهذا السن وبهذه المواصفات. كيف قلنا الجثه تلقات تقريبا مع شي 7 ديال الصباح، ولكن وصلت تقريبا ديك 11 ديال الصباح. شنو غادي يوقع؟ جات واحد السيده، عندها واحد الوليد صغير مركبه في ظهرها بحسب ما جا في المسطره، ومعاه واحد السيد راجل كبير، واحد المراه كبيره. هذا السيد اللي راجل كبير والزوجه ديالو قال لك اودي هاد المراه راه مرات ولدنا، وهذا الوليد اللي مركبه في ظهرها راه الحفيد ديالنا. الولد ديالنا اللي مزوج بها كيخدم عساس، كيعس بالليل، موالف تيخرج بالليل تقريبا ديك 7 تيخرج، والغد لي في الصباح راه ديك 6:30 وإلا تعطل 7 كيرجع كينعس. هاد الصباح السيدي راه ما جاش، تسنيناه 7 8 9. الزوجه ديالو راه فيقتنا قالت لك اودي راه ما جاش. خرجنا حنايا، قال لي ما خديت واحد الدراجه هوائيه ديالي، مشيت كنبحث عليه وتنسول عليه في داك المكان اللي تيعس فيه. داك المكان اللي كيعس فيه قال لك اودي راه ما جاش البارح في ديك الشركه، ما جاش البارح، علما انه هو بحسب ما تيقولوا والديه والزوجه ديالو. قالت لك اودي خدا المحفظه ديالو وخدا فيها العشاء اللي كيتعشى به تمايا، وخدا هذه وخرج لابس الملابس ديالو. قالت لك اودي راه باقي ما جاش لحد الان، حنا تشطرنا عليه ما فهمنا حتى شي حاجه. هو ماشي من عادته انه ما تيمشيش للخدمه. هنا الجدرميه قالوا لي ما ودي شنو سميت هذا الولد؟ سميتو فلان بن فلان، عطاوهم بعض الصور ديالو بعض الهويه ديالو. قالوا لي ما ودي حنا هذا الصباح هذا راه حنا توصلنا بواحد المكالمه اللي على الاثر ديالها توجهنا لعين المكان، كنلقاو واحد الجثه مقطع اطراف اللي ربما يقدر يكون الولد ديالكم، غادي ترافقونا المستودع الاموات بالمستشفى الفلاني كذا كذا، لربما يقدر يكون هو. بالفعل
رافقوا من مستودع الاموات، دخلوا لامورغ، جبدوا لهم الجثه، جبدوا لهم الراس. وانا غنشير لواحد النقطه، هي انهم لما تكون شي جثه مقطعه، هذه من التعليمات اللي كتجي من النيابه العامه، كتكون شي جثه مقطعه حتى كيقادوها في داك الباياس كيف كنقولوا، عاد كيوريوها للعائله ديالو او للناس اللي كيبحثوا على شي مختفي، كيجيبوهم تما لامور، كيقول لهم تقدر تكون الجثه ديال هذاك المختفي اللي كتبحثوا عليه، كيقادوها وتيغطيوها، كيبينوا لهم فقط الراس كانه ما مقطع حتى شي حاجه. هذه من التعليمات اللي كتعطيها النيابه العامه. لما وصلوا تمايا لمستودع الاموات كيف قلت، جبدوا لهم الجثه، قال لك اودي هو هذا ولدنا، شنو سميتو؟ قال لك سميتو عبد اللطيف. مزيان، خداو المعلومات ديالو، خداو الصوره ديالو. هاد الولد هذا كتقولوا نتوما بانه خرج البارح مشى كيعس بالليل في الشركه الفلانيه، كتقول السيدي بانه هاد الصباح موالف تيرجع مع السبعه تينعس، تسنيتو السبعه 8 9 ما جاش، هزيتي الدراجه الهوائيه ديالك وانتقلتي مشيتي للعمل ديالو، قالوا لك ودي راه ما جاش، قال لي ما سيدي هادشي اللي كاين. اذا هاد الولد هذا بما انه تيعس وما مشاش لمقر العمل ديالو، اذا فين دوز هذيك الليله ديال البارح؟ واش هاد الولد هذا تم الاختطاف ديالو؟ واش الله اعلم. عائلته بعد ما سولوهم الجدرميه واش ولدكم عنده شي مشكل او شي عداوه مع شي حد، تيقول لك لا سيدي ما عنده عداوه مع حتى شي حد نهائيا ونهائيا سيدي. مزيان، هاد الولد هذا واش من العاده ديالو انه كينعس بالنهار وفي العشيه تمشي للخدمه ديالو فين تيعس؟ الزوجه ديالو قالت لك لا، كيمشي هو بالليل تيعس، وفي الصباح لما كيجي تقريبا كيدخل مع ديك 6 ونص 7 كينعس، كيبقى ناعس حتى لديك الوحده او الجوج بعض المرات، كينوض كيتغدى وكيعاود كيخرج. فين تيمشي؟ قالت لك السيدي راه تيمشي عند ولاد خالته. فين عند ولاد خالته؟ قالت لك راه في المكان الفلاني، عندهم واحد الصال ديال الجوع تما، راه كيمشي كيبقى معاهم حتى كيتقرب ديك 7، كيجي كياخذ الملابس ديالو، ياخذ العشاء ديالو ويتوجه للعمل فين تيعس. هذا هو البرنامج اللي تيعيش هذا الولد، وهذا الشيء اللي كاين السيدي. مزيان، هنا قالوا لربما هذا الولد هذا لقيت اللي قالت الزوجه ديالو راه رجع خدا العشاء ديالو لبس حوايجو مشى للشركه بعد ما غادي توصلوا للجدرميه غادي تقول راه ما جاش. قالوا واش نقدروا نقولوا داز لهذاك الصال دي جو. هنا توزعت المهام ديال الشرطه ديال الدرك الملكي، عناصر التحقت للشركه وعناصر انتقلت لهذاك الصال ديال جوج ديال ولاد خالة الضحيه. ولاد خالة الضحيه قال لك اودي بالفعل حنا ولد خالتنا موالف كيجي عندنا هنايا تقريبا كيدوز ديك 3 سوايع 4 سوايع وغالبا في العشيه، وكتوصل ديك 7 كيقول لنا انا غادي نمشي للدار، كيمشي للخدمه ديالو تيعس. عنده شي مشكل، عنده شي عداوه مع شي حد؟ قال لك لا سيدي ما عنده مشكل، ما عنده عداوه مع حتى شي حد نهائيا. الشركه قالت لي مودي هذا الولد هذا السيره ديالو هنا داخل الشركه راه السيره ممتازه، ما عمرنا سمعنا عليه شي حاجه، ما عمرنا كذا ما عمرنا كذا، وراه الليله ديال البارح راه ما جاش نهائيا. واش جا ومشى؟ كيقول لك لا ما جاش نهائيا، ما تسجلش الحضور ديالو. بقات هاد القضيه غريبه. السيد والديه والزوجه ديالو كيقول لك اودي راه ولدنا ما عنده لا حتى شي مشكل مع حتى شي حد، ما عنده عداوه، ما عنده خصام، ما عنده نزاع. الشركه كتقول لك اودي السيره ديال هاد السيد راه سيره ممتازه، ما عمرنا زعما شحال هو خدام معنا ما عمرنا زعما شفنا عليه شي حاجه اللي ما تتعجب شي. ولاد خالته قال لك اودي كيجي عندنا هنايا ولكن راه ما عمرو وقع ليه شي مشكل مع شي حد. اذا هذا الولد هذا شكون اعتدى عليه؟ شكون هذا اللي حقد عليه هذا الحقد كامل قطع طراف؟ ما عرفتش، غريبه القضيه هذه. وهنا غادي نشير لواحد النقطه، هي ان تقرير الطبيب الشرعي غادي يصرح بواحد المعلومات ما كانش متوقع في هذه القضيه. قال لي ما ودي هاد الجثه ديال هذا الولد كيف قلنا وكيف رجحوا الجدرميه منذ الوهله الاولى لما جات العين ديالهم على الجثه بان الجثه تقطعات بطريقه منتظمه، ومن المرجح ان الاداه اللي تستعملت في التقطيع هي اداه شي منشار كهربائي ولا شي اداه اللي حاده جدا. كذلك قال لي مودي السيد راه قبل الوفاه ديالو راه تعرض للاعتداء، تعرض للتعذيب بالاحرى، راه ضربوه تعدوا عليه بالبيان ووراهم بعض الضربات اللي كانت عنده على مستوى الظهر على مستوى الفخذ بشي آلة رادة، وزيد على ذلك الضربات اللي تسددوا لي على مستوى الراس كذلك بشي آلة رادة. قال لهم راه ضربات كثيره اللي جاتو في الراس ديالو، ضربات كثيره وكانت قاتله، ولربما الضربات اللي قتلوه هما الضربات اللي توجهوا لي على مستوى الراس ديالو عاد هما قطعوه. اذا شكون هذا؟ ما يمكنش يكون واحد او جوج. علاش؟ لان كيف قلت
الضحيه هو شاب قوي البنيه، ولد طويل، ولد صحيح، ما يمكنش واحد او جوج يقدر يتعدى عليه الا غفلوا وضربوا له الراس ديالو وبقى كيضرب فيه حتى طاح قتلو، وبقى بعد ما غاب هو على الوعي ومات الله اعلم، بقى يضرب فيه الباقي الجسم ديالو عاد قطعوه الله اعلم. ولكن فين تم هذا الشيء؟ فين ما كان الله اعلم. السيده كتقول راجلي انا خرج مشى للشركه اللي تيعس فيها، علما ان السكن ديالو فين تيسكن هو والزوجه ديالو والديه ما بعيد شي بزاف على الشركه، والمكان اللي غادي يدوز منه مكان عمومي، كاينين الناس، كاين المره، ما كاينش نقولوا حنا كاين واحد التقطع قروي او لا كذا، لا، كاين واحد الامتداد حضاري كيدوز من هنا، الطاكسيات، الناس كذا كذا، خاصه السبعه ديال العشيه مازال الحال، مازال الناس كتمشى ومازال الناس خارجه. الا كان وقع ليه شي اختطاف او شي حد ضربو ولا كذا، اكيد شي حد من المره غادي ينتبه اكيد، ولكن حتى شي حد ما جا كيبلغ كيقول ودي انا راه شفت واحد وحدين عندهم سياره او كذا او كذا او كذا. عرفت شنو وقع في هذه القضيه هذه؟ لا بريغاد اللي تكلفت بالبحث في هذه القضيه وهي لا بريغاد جيديسيير اللي كتكون من افراد محنكين. ملي كنقولوا حنا الناس اللي تيتصنفوا في الديرادار راهم تيكونوا ممتازين وعندهم معايير ديال الديرادار، الناس اللي تيمشيو لابولي جيديسيير، الناس اللي تمشي لا بريغاد جيديسيير، تيكون كل واحد على حسب الكفاءات ديالو. هادو اشخاص اكفاء، لان باش تلقى جثه مقطعه ماشي امر سهل. هذا الامر هذا تيزرع الرعب، تيزرع واحد الهاله من الرعب في النفوس. الناس تتستنكر هذا الامر هذا، الناس تولي تخاف على راسها اوتوماتيكمون بشكل الي. تلقى الناس كلهم تيفكر كيقول انا شي نهار ثاني يقطعوني، ثاني راه هذا واقيلا خطفوه. كتكسرش الاشاعات، هذا راه كان دايز من هنا، واقيلا كاين شي حد راه داخله شي عصابه. هادشي تنسمعوه مرارا وتكرارا. ولكن واحد المعلومه اللي كيصرح بها الطبيب الشرعي، كيقولوا ودي بان هذا الولد هذا الطريقه اللي تقتل بها وكان تعذيب قبل القتل ديالو راه لن يتم الا في شي مكان اللي خداو فيه الجنات او الجاني، خداو فيه الراحه ديالهم. سيد تقتل باريحيه، كانوا واخدين راحتهم لدرجه ان التقطيع كيف قلنا كان تقطيع منتظم، بل حتى العظام ديالو حتى هي تقطعت بشكل منتظم. وهذا لن يتم الا كيف قلنا بشي اداه اللي هي حاده او لا بشي منشار اللي هو كهربائي. وهذا الشيء هذا لن يتم الا في شي مكان منعزل. ولكن كيف قلنا واش الامر تيتعلق بشي اختطاف او لا، هذا الولد هذا استدرجوه شي وحدين صحابه ولا تعرفوه ولا كذا ولا كذا، ولكن حتى الاسره حتى العائله ديال الضحيه ما كيساعدوش المحققين، ما كيقولوش اودي ولدنا راه كان عنده شي مشكل مع شي حد. الجدرميه او البوليس في مثل هذه الحالات كيبغيو غير العائله ديالو تشير لهم باصابع الاتهام في شي حد، ولكن والو الناس يقول لك ولدنا ما عمره كان عنده شي مشكل مع شي حد، ولدنا كذا ولدنا كذا ولدنا كذا. مزيان. انا الجدرميه لجؤوا لواحد طريقه اخرى، استحضروا السجل العدلي ديال هذا الولد هذا او لا فيش انثروبوميتريك، شافوا واش هذا الولد هذا فيتقدم العداله في شي خصام مع شي حد او تبادل الضرب والجرح او كذا او كذا، تلقاو بالفعل وهذا الولد هذا فايتين تقدموا ليه شي ناس، تقدموا للجدرميه بشكايه ضده. هاد الناس هادو شكون هما؟ حنا كيف قلنا هادو ولاد خالته عندهم هذاك الكولفازير، داك الصال دي جو فيه البلياردو فيه كذا فيه كذا. كاين واحد السيد تمايا عنده واحد جوج حوانت في واحد القيصريه، حتى هو داير هادشي ديال الكولفازير وكذا وكذا وكذا. هاد السيد جا حدا الثانويه، هادوك التلاميذ اللي تيخرجوا كيجيو عنده هو في هادوك جوج حوانت اللي في القيصريه، كيجيو عند هاد السيد هذا. هادوك ولاد خالته بداو تيحرضوا الضحيه على هذاك السيد، كيقولوا ليه هذاك السيد رد لينا الدراري، راه حنا ما بقيناش خدامين هنا. هذا الولد تا هوايا كيف كنقولوا حنا غير ودينا ناض، ولا تيشرب ولا تيتعاطى المخدرات، وتيمشي ليه تيخرب ليه داك الممتلكات ديالو، تيجري ليه على الدراري تيهربوا عند هذوك ولاد خالته. السيد ما بقاش خدام، اليوم غدا السيد تقدم ليه بشكايه عن الجدرميه. الجدرميه خرجوه اعتقلوه، جاو داروا المعاينات ديالهم، كيلقاو بانه كسر ليه شي زجاج تمايا، خسر ليه شي امور، جرى ليه على هذا، وكانوا الشهود شهدوا ضد هذا الولد هذا الله يرحمه. ولكن بعد ما جابوا الجدرميه السيد كيقولوا ودي هذا الشيء فعلا راه وقع دابا واحد المده ديال عام وربما اكثر، وبالفعل حسب التاريخ اللي محرر فيه المحضر تقريبا يعود الى سنه وربما اكثر. قال لي مودي داك الولد راه كان كيتهجم عليا وراه كذا وراه كذا وراه كذا. انا تقدمت بالشكايه ضده، ولكن
من بعد راه توسطوا شي ناس وجاو تيطلبوني ترغبوني بانني نتنازل ليه، مقابل انه غادي يغرم لي داكشي اللي كسر ليا وداكشي اللي كذا واللي كذا، مقابل انه ما باقيش غادي يدور بصحتي. قال لهم ولكن درت لي التنازل، ما غرم لي حتى شي حاجه وقلت ماشي مشكل. قال لهم ولكن من بعد بقى مره تيجي تيجري لي على الدراري نفس العاده. قال لهم اضطريت انني نبدل هذيك الحرفه، حيت انا داك الكولفازير وداك البلياردو ودرت الطاجين. ولا تيدير الطاجين، جاب واحد السيده تما تيقدم الوجبات الغذائيه بالنهار للعمال اللي تيجيو يتغداو عنده، في العشيه تيدير المسمن وكذا وكذا. قال لهم غير باش نتفادى المشاكل وباش نتفادى هذاك الولد ونعيش هاني ومرتاح. قال لهم بالفعل لما درت بدلت الحرفه، قال لهم راه ما لقيت مع حتى شي مشكل، وهذا الشيء اللي كاين مزيان. وهنا غادي نشير لواحد النقطه اللي كانت مهمه جدا في هذه القضيه هذه، هي ان كيف قلنا هذوك البلاستيكات اللي لقاو فيهم الجثه هما جوج ديال البلاستيكات، ولكن الجزء السفلي ديال الجثه لقاوه مرمي بشكل متناثر، اي ما لقاوش معاه شي بلاستيكه نهائيا. البحث اللي داروا الجدرميه لقاو بان هذوك البلاستيكات كتفرقهم البلديه، كيديروا الناس ديال السلطه المحليه كيعطيو جوج بلاستيكات لكل منزل، كل اسره تعطيو جوج ديال البلاستيكات فقط. عيد الاضحى لحد الان بقى ليه تقريبا يومين اللي بقى ليه. قالوا هذوك جوج ديال البلاستيكات، اذا هذا شي حد خدا جوج ديال البلاستيكات ودار فيهم هذيك الجثه، ما عندوش ثلاثه ديال البلاستيكات، لان لو كانت عنده بلاستيكات ثالثه كان غيدير فيها الجزء السفلي ديال الجثه. واش الجدرميه غادي يدوروا هنايا، غادي حد باقي العيد الكبير ما وصلش، غادي يدوروا على السكان ديال هذيك المدينه يقولوا لهم ودي وريونا البلاستيكات اللي عندكم، ويشوفوا اللي ما عندوش بلاستيكه يقولوا ليه تعالى راه انت اللي رميتيه. ولكن هنا غادي يبداو مع الناس اللي مشابه فيهم، الناس اللي عندهم علاقه بالضحيه، الناس اللي عندهم واحد لونتوراج مع الضحيه. بداو مع الاسره ديالو، في البلاستيكات اللي عطاتكم البلديه. قال لك وديها البلاستيكات. ولاد خالته عطيونا البلاستيكات، قال لك وديها البلاستيكات. اذا شكون هاد الناس هادو اللي قتلوا هاد الولد وداروا في البلاستيكات؟ قالوا الجدرميه علاش ما نشوفوش هاد السيد هذا اللي كان عنده معاه واحد المشكل، رغم ان السيد نسى المشكل ودازت عليه واحد المده ديال سنه وربما اكثر. مشاو للدار ديالو قالوا لي عافاك تورينا دوك البلاستيكات اللي عطاتك البلديه. هادشي اللي تنقول انا في سنه 2004. قال لي مودي دوك البلاستيكات راه خديتهم، ولكن راني ما عقلت شيء فين حطيتهم، يمكن عندي في السياره. قلب سيدي السياره، كيقلب السياره ما تيلقى شيء. قال يمكن خليتهم في الحانوت. مشاو مع بعض العناصر للحانوت، بقاو شي عناصر تيتسناو في الدار ديالو. علاش؟ لان الجدرميه مشاو ليه مباشره للدار ديالو، دقوا تما يخرجوا الزوجه ديالو بعض البنات ديالو وولادو في البلاستيكات. هو جاوب هاد السيد هذا جاوب في بلاصه الابناء ديالو في بلاصه الزوجه ديالو. قال لي مودي البلاستيكات راني اللي خديتهم، ولكن راه يمكن بقاو عندي في السياره. قلب سيدي السياره ما لقاش. قال لي في الحانوت، مشاو مع شي عناصر الحانوت ما لقى شيء. الجدرميه اللي بقاو تما في الدار علاش بقاو كيف قلنا خافوا لربما الزوجه ديالو تجيب شي بلاستيكات من عند شي حد، لربما احتمال كبير الا كانوا فعلا هما اللي عندهم علاقه بهذا الشيء وهما على علم، ربما يستنجدوا بعض الجيران يعطيهم جوج بلاستيكات او كذا او كذا. السيد قالوا لي ودي انت كتقول بان الناس السلطه المحليه عطاوك البلاستيكات وتسلمتيهم انت، كتقول بلنا وخليتهم في السياره كيف قلنا ما لقيتيش فيها، الحانوت ما لقيتيش فيه. ولكن بعض الجيران تما حاضرين والجدرميه تيسولوا بعض الجيران، توصلوا واحد المعلومه. قال لك اودي هذوك البلاستيكات راه جات السلطه المحليه، جا الشيخ والمقدم هنايا كيدوروا ومعاهم داك السيد اللي تيفرق جوج للواحد. قال لك راه تفرقوا هنا في الدرب. ولكن الزوج كيقول اودي انا خديتهم وانا كنت في الحانوت. داكشي علاش مشاو معاه للحانوت وقال لا ربما انا خليتهم في السياره ما لقاوش. وانت قالوا لي كتقول بانك تسلمتي في الحانوت. الجيران تيقولوا باللي السلطه المحليه فرقت عليكم هاد البلاستيكات هنا في الحومه ديالكم. اش هادشي عندك جوج ديال البلاستيكات اللي عطاتكم البلديه فين هما؟ انت كتقول باللي تسلمتيهم وانت في الحانوت، ولكن الجيران تما قال لك ودي راه هذيك السلطه المحليه دقات علينا باب سلمتنا بما فيهم الزوجه ديال فلان اللي هي الزوجه ديالو. قال لك السيدي راه خدات حتى هي جوج ديال البلاستيكات. لنفترض انه هو خدا جوج ديال البلاستيكات وهو في الحانوت ديالو اللي في القيصريه، والزوجه ديالو خدا جوج ديال البلاستيكات. نورمالمون غادي تكون عندهم الوفره، غيكون عندهم 4 ديال البلاستيكات، ولكن هما ما عندهم حتى شي بلاستيكه. اذا هو ما خداش بلاستيكات نهائيا في الحانوت، خاصه بعد ما سولوا قالوا لي ودي شكون شافك
قول لنا شي حد ياك انت معك السيده ومعك واحد الولد خدامين معك تصيبوا الوجبات وكذا كذا، واش هاد الناس ما شافوكش وانت كتسلم البلاستيكات في المحانوت؟ قال لك لا سيدي ما شافونيش، هو من او ديبار ما باغي شهود ما باغي امور ناكر. الجدرميه بحثوا مع الزوجه ديالو، قالت لك السيدي انا اللي كاين نقول له دقوا عليا الناس، خديت من عندهم البلاستيكات، في حطيتهم؟ قالت لك اودي حطيتهم في الكراج عندهم هما السكن ديالهم، وفي هذاك السفلي عندهم واحد الكراج شي دخل فيه هو السياره ديالو وكذا وكذا. قالت لك ودي انا حطيتهم تما لان تما فين تنذبحوا تما فين كذا وفين كذا. مزيان، دخلوا الجدرميه تما لهذاك الكراج، كيلقاو واحد الكبش ديالهم وكبش كبير، لقاو داك التبن ولقاو داك الامور، ولكن لاحظوا بان واحد هذاك الكراج مزلج فيه زليج في الحيط، هذاك الزليج بيض. لاحظوا الجدرميه بعد المعاينات ديالهم وشي لاحظوا، وكان تفتيش دقيق، لاحظوا بانه كاين تما واحد الاثار ديال الدم، ولكن اثار ديال الدم كارم. قال له شنو هذا؟ قال لي ودي راه حنا كيف قلت لكم حنا راه تنذبحوا هنايا، كنذبحوا هنايا كل عام تنذبحوا هنايا الحولي، وراه اكيد غادي يبقى الدم هنايا. انا ما عمرني لاحظت هذا الشيء، ولكن الجدرميه بالفعل لقاو واحد القطرات قليله جدا في الحيط. هذيك اللحظه انتدبوا الناس ديال التشخيص القضائي من الجهويه لا بريغاد ريجيونال، جاو تما ياخذوا واحد العينه من هذاك الدم اللي في الحيط، بغاو يعرفوا واش فعلا دم او صباغه او بالفعل. الزوجه ديالو بحثوا معاها، عنده شي بنيات صغار واحد وليد صغير، بحثوا معاهم باباكم جاب شي حد واش كذا واش كذا؟ قال لك لا سيدي ما كاين حتى شي حاجه. الجيران تما بحثوا معاهم ما لقاو حتى شي حاجه. ولكن الجدرميه تفكروا محضر المعاينه وتفكروا تقرير الطبيب الشرعي اللي تيقول لي مودي بان الجثه راه تقطعت بواحد الشكل منتظم، وهذا لن يتم الا بشي منشار اللي هو كهربائي. سولوهم تما عندكم شي منشار كهربائي شي حاجه شي كذا؟ قالت لك الزوجه ديالو قالت لي سيدي ما عندناش. هو تيقول سيدي ما عندناش. قلبوا تما الدار بعد اذن النيابه العامه، اضطروا انهم يدخلوا حتى للدار ديالهم، طلعوا للسطح تيبحثوا ما لقاوش شي منشار كهربائي. ولكن اشنو غادي يلقاو؟ الجدرميه لقاو واحد المحفظه، وهاد القضيه ما شرطش لها من قبل، هي ان الضحيه كيف قلنا كان غادي للعمل ديالو، غادي هاز العشاء ديالو في المحفظه وكذا وكذا وكذا. المحفظه ما تلقاتش. الجدرميه لما حلوا تما بعين المكان لقاو واحد المحفظه في ذاك الكراج، عندهم واحد الكروسه، هذيك الكروسه اللي كتدفع قالبينها تما حاطين في ذاك الكراج، حاطين فوق منها شي عواد وحاطين فوق منها ذاك الطارو ديال الحديد. هذاك الطارو ديال الحديد شافوا فيه واحد المحفظه. هذه المحفظه بعد ما حيدوا واحد الصوف كان تما في ذاك الطارو ديال الحديد، جبدوا واحد المحفظه. هذه المحفظه فيها باقا مسدوده باقا مصوبه باقا مقاده. اشنو فيها؟ فيها ملابس ديال من؟ فيها ملابس في اللباس ديال السيكوريتي ديال العسا، هذاك الزي اللي تكون فيه اشرطه عاكسه للاضواء. راكم عرفتوني علاش نتكلم. قال لي ديال من هذا؟ يعني مودي راه ديالك انت عساس؟ قال لي لا انا ما عساش، ولكن كنعس وكذا وكذا وكذا. لاحظوا بان هذاك الزي فيه الاسم الشركه اللي كيعس فيها الولد اللي هو الضحيه. وقالوا لي انت كتقول بانك كنتي عساس في الشركه الفلانيه. هو عارف بان الجدرميه لا، قال لهم راه غايبحثوا في هذه القضيه وغيلقاو ما عساش تما وتثبت عليه التهمه. قال لهم لا ما كنتش عساس تما، ولكن هذا كان عطى لي واحد صاحبي وكذا. بدا تيدخل ويخرج الهضره، كانت دخول وخروج الهضره بشكل واضح بشكل علني. السيد تاه، قالوا لي غتورينا هذا السيد اللي عطاك هذا الزي وهذه المحفظه ديال من وكذا وكذا وكذا. السيد تلف بهذا المعنى، هذا تلف، عرف بانه طاح في ما لا يحمد عقباه. الناس ديال التشخيص القضائي كيف قلنا خداو هذيك العينه باش يحددوها واش هي صباغه او لا شي برودوي اخر او هي دم، ويحددوا الا كان دم يعرفوا واش دم ديال الانسان او لا دم ديال الحيوان. بالفعل هو تيقول حنا تندبحوا تما، احنا غادي نشوفوا هذاك الزي اللي لقاو تما، يا الزي ديال العسه فيه الشعار ديال الشركه اللي كان كيعس فيها الضحيه. هنا الزوجه ديال الضحيه والوالدين ديالو خداو هذيك المحفظه ووروها ليهم، قالت لك سيدي هذه المحفظه ديال الزوج ديالي وهذا الزي ديال الزوج ديالي اللي تعس به انا شحال مره صبنتو ليه وشحال وكذا وكذا وكذا. اذا المحفظه ديال الضحيه اش كدير عندك انت؟ الا كتقول هاد الزي عطاه لي صاحبي، قول لينا سيدي شكون هاد السيد اللي عطا؟ قال لي ما ودي انا ما عقلتش على السيد اللي عطا لي فين تيسكن وهادي، وانا عطا لي دابا شحال من عام. ولكن جميع الاقوال ديالو
مشات هباء منثورا في ظل الادله اللي كانت موجهه ليه بشكل قوي، ادله قويه، ادله ماديه ملموسه خلال المحفظه ديال الضحيه اللي تعرفوا عليها الوالدين ديالو والزوجه ديالو. قالت لك ودي هذه المحفظه ديال راجلي، الزي ديالو هو ديال الشركه اللي تيعس فيها. السيد ما قدرش يبرر لي منين جا هذا الزي، تيقول عطاه لي صاحبي، هاد صاحبو قال لك انا ما عقلتش عليه فين تيسكن وكذا وكذا وشحال من عام. هذاك الدم بقاو تينتظروا الجدرميه. تم الاعتقال ديال هذا السيد بعد اذن النيابه العامه. قالت لي ودي اعتقلوا هذا السيد هذا. الدم بقاو تيتسناو نتائج الخبره ديالو. دازت واحد المده، داز العيد الكبير هو راه في ذمه التحقيق وفي الاعتقال. قالت لي ودي هذاك الدم راه ديال الانسان، وتم المقارنه ديالو بالضحيه وتثبت بانه الدم ديال الضحيه 100%. اذا الولد تقتل تما. يعني شنو كتقول في هذا الشيء هذا؟ السيد اكيد غادي يتحاصر امام هذه الادله، هذه ادله قويه ما بقى عنده ما يقول شنو يقول لا، غيبقى ينكر ادله. شوف لما تكون الادله الماديه الملموسه كيولي الادله هي سيده الاعتراف، ولكن لما ما تكونش الادله وكيجي شي حد يعترف كيقول راه انا اللي درت، وكتم اعاده تمثيل الجريمه وكيثبت بانه فعلا التحركات ديالو في لاسين دو كريم منطقيه، كيولي الاعتراف سيد الادله. بعض الناس كيقول لك راه مع التطور التكنولوجي ولات الادله سيده الاعتراف، ولا ما لقيناش حنا هاد الادله. وجا واحد كيعترف كيقول انا اللي قتلت، نقولوا ليه لا سير تلقاو الادله. لا، في غياب الادله يصبح الاعتراف سيد ادله، وفي ظل غياب الاعتراف تصبح الادله سيده الاعتراف. وهذا السيد هذا اعترف بما لم يكن في الحسبان. قال لي مودي انا اللي قتلت هذاك الولد. شكون معاك؟ قال لي معايا ولد خويا. ولد خوك؟ قال لي شكون هو؟ قال لي فلان. مشاو جابوه، شاب في عمره تقريبا ديك 34 سنه، حتى هو متزوج وعنده وليدات وكذا وكذا. شنو وقع؟ هذا السيد هذا كيف قلنا فايت تقدم بشكايه بالضحيه انه خرب ليه داك الامور ديالو وما خلاش يخدم في داك الكولفازير وداك البلياردو وكذا، وتقدم بشكايه وتم التنازل. دازت الامور. السيد كيف قلنا دار طاجين ودار داك المسمن وهذا، ولكن شاف بان داك الشيء ما تمشاش ليه. هذا ولد خوه خدام معاه تما في داك الطاجين وفي داك الامور، خدام مع واحد السيده تتنظف تما وتطيب وهذه. شافوا بان داك الشيء ما خدامش ليهم، ما تمشاش ليهم، بغاو يردوا عاوتاني الكولفازير. السيد فكر مزيان، قال لا رديت البلياردو ورديت الكولفازير عاوتاني غنلقى مشكل مع داك خينا ولقى مشكل مع دوك الناس. حقروه، هو فعلا حقروه، ما خلاوش يخدم، بغاو يمنعوا ليه الرزق ديالو. اتفق هو ولد خوه، قال لي عرفتي اش غادي نديرو؟ قال لي هو راه تيخدم في البلاصه الفلانيه. قال لي غادي نقتلوه. اتفقوا انه لما غادي يخرج هو من الدار ديالهم غادي يكون هز الصاك ديالو، غادي يتبعوه بالسياره. هاد السيد عنده السياره، تبعوه حتى وصل قرب للشركه اللي تيخدم فيها في واحد اللايمه تمايا وفي واحد المكان ما فيش الاناره. نزل هاد ولد خوه، نزل من السياره مشى عنده، قال لي خويا بغيت نتكلم معاك. بقى تيهضر معاه. هاد مول الطوموبيل اللي هو العم ديال الولد نزل كيتسلت، جبد واحد الزرواطه ديال الخشب، ضربوا بها الراس ديالو، ضربوا جوج ديال الضربات. كيقول ضربناه حدا البلاصه الفلانيه تما فين ضربناه. واش درتو؟ قال لك ودي الزنا درناه في الكوفر ديال السياره. فين ديتو؟ قال لك ديناه للدار ديالي، دايرو في الكوفر. مشى تمايا، نزل حل الكراج ودخل الطوموبيل بداك الشيء اللي فيها، وتما خلى حتى الليل. ولد خو بقى معاه تما في الكراج تقريبا بحسب ما تيقولوا هما. قال لك ودي وصلت شي وحده ديال الليل، ولد خويا انايا عندهم في الدار ديالهم هذاك المنشار ديال الخشب. قال لي يا عمي راه عندنا باش ما نلقاوش معاه مشكل كذا، قال لك حنا قررنا نقطعوه، غيتهناو منه. كان حتى الحقد كبير. وهذه القضيه تيصرحوا بها الناس ديال علم الجريمه، تيقول لك ودي اللجوء الى تقطيع الجثه ما هو الا حقد كبير، حقد كبير جدا، قمه الحقد والكراهيه التي يكنها الجاني للضحيه. كيلجا للتقطيع ديالو باش كيشفي داك الغليل ديالو، باش كيحس بانه انتصر. قطعوا السيد وداروا في بلاستيكات وبداو تيخرجوا شويه بشويه. كانت هذه الاعترافات ديالهم تلقائيه. انا لما تنقول اعترافات تلقائيه بمعنى ان لما تيطلب المحقق من الجاني انه يعترف ويعطي التفاصيل، الضحيه تبقى تعطي التفاصيل الجزئيه والتفاصيل الصغيره والكبرى. هذا الاعتراف التلقائي اللي تنقصد. اما هو بشكل عام راه ما كانش اعتراف تلقائي، بل كان تحايل وكانت ادله قويه اللي تواجه بها وخلته يكون مضطر انه يعترف. ولد خوه كذلك اعترف بالمنسوب اليه، قال لك ودي انا هذا الشيء ملاه ليا العم ديالي،
وانا غير كنت معاه وانا كذا وانا غير زرفك على انت عندك 16 عام او 17 عام. راك شاب، راك عارف شنو تدير، راه في عمرك 34 سنه، راه عندك وليدات، كتقول راه زرفني عمي. لا، هذه هضره ما مقبولاش. واخا تقول شكون غادي يلتمس لك العذر ديالك؟ حقا غير عمك قال لك اجي نقتلو، قتلتي صافي غادي نقولوا لك صافي خرج، ولا غادا تكون عقوبه مخففه؟ لا، كاين عقوبه، كاين ظروف التشديد في هذه القضيه، التقطيع ديال الجثه والتمويه، رماو البقيه او الجزء السفلي هنا والجزء العلوي هنايا. شنو زعما تقدموا هاد الناس هادو للعداله؟ شحال غادي يتحكموا؟ بالاعدام طبيعه الحال، عقوبه موقوفه التنفيذ. كانت هذه هي مسطره لحلقه اليوم، ولكن شنو المستفاد متابعينا الكرام؟ شنقولوا؟ نعطيو العنوان ديال الحلقه نقولوا مصير الحقار. هذاك الولد حرضوه ولاد خالته، ولا تيتناول المخدرات حتى الكحول، كيجي تيخرب تيمنع الرزق ديال هذاك السيد. نقولوا راه الحقار المصير ديالو هو انهم قطعوه كذا وكذا. انا الا قلت هذا الكلام غادي نكون تنصرح بشكل ضمني او بشكل صريح بانني مع القتل، ولكن انا ضد الجريمه ضد العنف. ولكن غنقول ان هذا الولد اللي هو الضحيه اش مشى ليه، شنو الدخل ديالو في هذه القضيه؟ ولاد خالتك مع هذاك السيد، انت شنو شاطلك في هذا الشيء هذا؟ حتى هذاك الولد اللي زرفوا عمو تيقول زرفني عمي، اش مشى لك عمك مع هذاك السيد وانت مالك؟ وكانت هذه هي مسطره لحلقه اليوم، كانت هذه هي القضيه اليوم. نتمنى ان الرساله تكون وصلت. اشكركم متابعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.